دلوقتي هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نقيس سرعة الانترنت ونشوف السرعة اللي واصله لنا من الشركة كام. هل فعلا لو انا على سرعة 30 ميجا هل فعلا 30 ميجا واصل لي، ولا هيكون واصل لي 10 ولا 20 ميجا ولا 25 ميجا، ولا ال 30 ميجا بالفعل كاملين واصلين؟ كل اللي عليك عشان تقدر تقيس سرعة الانترنت وتشوف اللي واصله لك من الشركة كام، هتكون فاتح متصفح سواء على الكمبيوتر او على الموبايل، فهو الشرح واحد. تمام، انا فاتح متصفح من على الكمبيوتر وهبدا اكتب سبيد تيست. هبدا اكتب هو سبيد تيست اول خيار بالشكل ده يا شباب. تمام، هتبدا تكتب SBEE. تمام، بعد كده دي. تمام، بعد كده TEST. تمام، ده سبيد تيست. تمام، كل اللي عليك هتبدا تقول له جو، يعني قيس لي سرعه النت او شوف لي سرعه النت اللي واصله لي كام من الشركه. تمام، هيبدا يقيس السرعه بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. طبعا هو دلوقتي وقف على 27 ميجا، انا على سرعه 30 ميجا. تمام، فهو كده وقف لي على 27 ميجا. تمام، كده السرعه عندي مش بطاله، السرعه عندي كويسه جدا. طالما جاب لي 27 ميجا ف 27 ميجا كويسه جدا، ولو 20 ميجا كويسه، ولو 15 ميجا كويسه، ولو 13 ميجا كويسه. اقل من 10 ميجا فهي اللي هتكون فيها مشكله. يعني لو السرعه عندك اقل من 10 ميجا، ادخل دلوقتي كلم الشركه وقول لهم انا السرعه عندي واصله لي 10 ميجا، فانا عايز اعليها شويه. شوف الخط بتاعك يتحمل ال 30 ميجا ولا لا. لو هتحمل ال 30 ميجا هتوصل لك 30 ميجا كاملين. تمام، ممكن توصل لك 31 ميجا، ولكن لو في مشكله في الخط بتاعك ممكن هي اللي عامله المشكله دي، يوصلك اقل من 10 ميجا، 5 ميجا، 6 ميجا، 2 ميجا، 3 ميجا. فساعتها هم هيجوا يحلوا لك المشكله، او هيتواصلوا مع السنترال عشان يحل لك المشكله. هيكون في الاسلاك عندك فيها مشكله. تمام، او في الكابينه نفسها. تمام، طيب بالنسبه هنا لو بصينا على سرعه الابلود هتلاقيه جايب لي الابلود 291. يعني 291 طبعا على السرعه بتاعتي بيتحمل الابلود بتاعي تقريبا 3 ميجا. تمام، فانا جايب لي 291. تمام، فانا بالظبط يعني الابلود برضو مش بطال كويس. الابلود اللي ما يفهمش يعني الابلود، لو انا عندي قناه على اليوتيوب فبرفع فيديو على اللي القناه بتاعتي، او برفع فيديو على الفيسبوك، او برفع صوره على الفيسبوك، ده هي سرعه الابلود. تمام، هي المفروض عندي 3 ميجا ولكن جايه لي 291، يعني اعتبر هي ما فيهاش مشكله كتير. تمام، وهنا برضو الداونلود اللي هي سرعه السرعه اللي واصله لي من الشركه 27 ميجا زي ما انتم شايفين كده، كويسه جدا. ولو جات لي 20 جات لي 15 برضو كويسه جدا. اقل من 10 هي اللي فيها مشكله، ارجع مع الشركه. تمام، يشوف لك المشكله مع السنترال، او المشكله معاهم هم يبداوا يعلوا لك السرعه من عندهم. تمام، طيب احنا كده قسناها من على سبيد تيست. تمام، طيب هنيجي في موقع تاني بيقيس السرعه اللي هو هنضغط عليه كده. تمام، ونبدا نكتب برضو فاست تيست. تمام، هتلاقي فاست تيست، هتضغط كده هيبدا يقيسك السرعه تلقائي. تمام، فاست تيست طبعا هتكتب في الموقع بتاعك FAST. تمام، دي فاست. تمام، تيست بقى TEST. تمام، بالشكل كده يا شباب. طبعا هو جاب لي السرعه هنا 26 ميجا، 26 ميجا. تمام، هناك 27 ميجا، ولو عملت كده تاني ممكن يعلى لك يقلل لك. تمام، ممكن يكتر لك، يعني على حسب. يعني ممكن تيجي 26 27 28 زي ما جت كده، جت معايا 28 اهي. فانا السرعه بتاعتي كويسه جدا لدرجه ما. دول الموقعين اللي تعتمد عليهم في قياس سرعه الانترنت، ولكن انا اكتر حاجه بعتمد عليها هو سبيد تيست. انا بحب سبيد تيست جدا، والموقع الوحيد اللي انا بحب اقيس من عليه السرعه، ومعظم شركات الانترنت دايما بتستخدم سبيد تيست. تمام، زي ما انتم شايفين بنقيسها كمان مره على سبيد تيست، هنشوفها توصل لنا نفس ما فاست جابها لنا 28 ميجا ولا لا. تمام، طبعا هو بطيء جدا كده، شكل كده في حاجه. لا، هو كده بيسرع معانا. تمام، كده جاب لي 12 ميجا. طيب لو عملنا كده تاني، انت لازم تقيس مره واثنين وثلاثه لحد ما تاخد النتيجه المقاربه لبعضيها، يعني القريبه من بعض. هنضغط كده تاني. تمام، تمام، هو كده يجيب لي 26 27 برضه. يعني في الحالتين السرعه كويسه جدا. انت بقى اقل من 10 ميجا فانت لازم تكلم الشركه عشان يعلوا لك السرعه. لو اعلى من ال 10 ميجا فكويس جدا جدا يعني. تمام، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل، واشوفك في فيديو جديد. سلام عليكم.